السلام عليكم ورحمة الله. عايز تعرف أسرع طريقة تخس بيها؟ عايز تعرف أسهل طريقة تحرق بيها دهون؟ تابعونا في الحلقة النهاردة. السلام عليكم. أنا النهاردة عايز أحكي لكم قصة واحد صاحبي جالي هو محبط ومتضايق جدا. أحمد صديقي عنده 35 سنة، بيشتغل، ولكن من فترة بدأ يحس إنه بدأ يجيله كرش، والموضوع كان مضايقه جدا، وبدأ يحس إنه دايما بيجي على نص اليوم وما عندوش أي طاقة يكمل بيها اليوم، لا قادر يلعب مع أولاده ولا قادر يعمل حاجة من بعد الساعة 4 كل يوم. هو جالي وقال لي أنا من 6 شهور بدأت أمشي على دايت فعلا، وبدأت ألعب رياضة وبحافظ على أكلي، بس مفيش فايدة، لسه الكرش زي ما هو وما عنديش أي طاقة أعمل بيها أي حاجة بعد الشغل. طيب أنا قلت له أنت لازم تحلل السكر. قال لي سكر إزاي؟ أنا بحافظ على أكلي وأكلي صحي وأنا لسه شباب. لما عمل تحليل السكر وجد فعلا إن بدأ السكر عنده يرتفع. أنا ساعتها سألته أنت هدفك إيه؟ أنت عايز تعمل إيه بالظبط؟ قال لي أنا بس عايز أنزل الكرش وعايز ترجع لي صحتي تاني، الكسل اللي عندي ده والتعب اللي عندي ده يروح. قلت له أنت مشكلتك حاجة اسمها مقاومة الأنسولين. يعني إيه بقى مقاومة الأنسولين؟ خليني أجسمها لك كده في الورقة دي. الأنسولين هنعتبر إن هو زي الحنفية، كل ما زاد الأنسولين زاد تخزين الدهون، كل ما قل الأنسولين زاد حرق الدهون. فإحنا عايزين نقلل نسبة الأنسولين، لازم نشتغل على مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين يعني زيادة أنسولين في الجسم، الأنسولين مش شغال كويس، فده بيزود تخزين دهون وبيقلل حرق الدهون. ودي الحلقة المفرغة اللي موجود فيها ملايين من الناس اللي زي أحمد. خلي بالك أحمد ما عندوش سكر لسه، بس في طريقه إلى مرض السكر. في بحث في PubMed Central بيقول إن تغييرات بسيطة في الأكل والرياضة ممكن تخلينا نتغلب على مقاومة الأنسولين بنسبة كبيرة جدا. تمارين المقاومة وكمان الأكل الصحي مش بس صحي، لا، لازم نحاول نقلل من الكربوهيدرات بصورة كبيرة، نحاول نقلل من النشويات، السكر والدقيق الأبيض والمشروبات الغازية. ولو قدرنا نعمل كده بيزود حساسية خلايا جسمنا للإنسولين، وبالتالي بيقدر الإنسولين يدخل ويدخل الكربوهيدرات ويتغلب على مشكلة مقاومة الإنسولين، ونبتدي نحرق دهون بطريقة طبيعية. قلت لأحمد إحنا هنحتاج نحط خطة نمشي عليها. الأول إن هو أول حاجة كده لازم مبدئيا يغير طريقة الأكل بتاعه. الأكل بتاعه لازم يبقى طبيعي، بروتين خفيف، دهون صحية، ويمنع الخبز الأبيض، ويوقف العصاير والمياه الغازية والسكريات. وفي دراسة بتقول إن 10% من خسران الوزن ممكن يعكس مقاومة الأنسولين. وفي دراسة تانية من ساينس دايركت لقت إن النظام اللي بناكل فيه أكل الجلايسيميك الاندكس بتاعك. إيه هو يعني إيه جلايسيميك اندكس؟ اللي هي نسبة السكر اللي بيرتفع فيها بعد الأكل اللي أنت بتاكله. كل الأكلات بتتقاس عن طريق الجلايسيميك اندكس ده. المأكولات اللي فيها جلايسيميك اندكس واطي وبالإضافة لممارسة الرياضة بيدي نتائج ممتازة في خلال 12 أسبوع. طب إزاي نعمل رياضة؟ هل أي رياضة وخلاص؟ لا، أول حاجة لازم حوالي 150 دقيقة. في أبحاث لقت إن الرياضات اللي هي من درجة متوسطة لدرجة قوية، ودي مهمة جدا لتمارين المقاومة. يعني إيه تمارين مقاومة؟ يعني تمرين اللي إحنا بنستخدم فيها أوزان خارجية. بعتمد على وزن جسمي في الدراسة من PMC إن الجامعة لقت نوعين من الرياضة بتحسن حساسية الإنسولين وبتزود معدل حرق الدهون بنسبة ملحوظة. طب هل الرياضة في أي وقت ولا مهم الوقت؟ لا، الرياضة الصبح، بالليل، ولا العصر. في دراسة في دايابيتولوجيكية لقت إن التمرين أفضل وقت تتمرن فيه هو وقت العصر، وممكن تتمرن فيها بالكارديو الخفيف أو المشي أو تمارين المقاومة. والرياضات المقاومة مع الأكل الصحي بنقلل فيه الكربوهيدرات وبنمنع فيه السكر الأبيض والمشروبات الغازية والحلويات، وده مفتاح حقيقي للتغلب على مقاومة الأنسولين. بعد حوالي 6 أسابيع فقط شفت أحمد صديقي شخص تاني ماشي على نظام وبروتين أخضر، عشاء بتاعه بسيط، غير إن العيش قلل منه خالص
والسكريات. كل يوم بعد الشغل ب30 دقيقة بيعمل رياضات مقاومة أسبوعيا، وبدأ يشوف نتائج مذهلة، والكرش بتاعه بدأ ينزل، والدهون بدأ يحرقها فعلا، وجسمه بدأ يتغير، وعكس ده على إحساسه بنفسه، وحالته النفسية اتحسنت جدا. عاد تاني تحليل الأنسولين، لقى إن مقاومة الأنسولين اتحسنت بنسبة كبيرة، والسكر في الدم اتحسن. جسمه بدأ يستعمل الدهون كوقود ويخزنها، فالدهون اللي كانت ثابتة اتحركت، وأحمد بدأ حاسس إن هو وضعه اتحسن. موضوع مقاومة الأنسولين ما هوش حاجة بسيطة، احنا لازم نفهم يعني إيه مقاومة الأنسولين ده، الخط الفاصل بيننا وبين فعلا حرق الدهون. لو فضلت تعمل نفس الحاجات هتفضل في نفس النتيجة. ابدأ النهاردة، ولو بداية بسيطة. ابدأ بحاجة، ابدأ بتمرين، ابدأ بنظام أكل جديد، وإن شاء الله هتشوف نتائج هتبهرك. وشكرا جزيلا.